طرح شقق ب800 جنيه قسطا شهريا في 14 مدينة جديدة. إعلان وزارة الإسكان عن شقق سكن لكل المصريين. أماكن شقق الإسكان الجديدة. شروط حصول أصحاب المعاشات والأرامل على شقق الإسكان الجديدة، وأهم مميزات هذه الشقق. يبحث عدد كبير من المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل عن إعلان وزارة الإسكان المتمثلة في طرح وحدات سكنية داخل المدن الجديدة، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الخامسة من مبادرة سكن لكل المصريين أن تضم وحدات سكنية كاملة التشطيب تصل مساحتها ل90 متر مربع بمقدم 25,000 جنيه وأقساط شهرية على 30 سنة بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه، وهي متاحة لأصحاب المعاشات والأرامل، وذلك داخل 14 مدينة جديدة، وهي مدينة الفيوم الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومدينة 15 مايو، ومدينة العبور، ومدينة بدر، ومدينة حدائق العاصمة، ومدينة السادات، ومدينة برج العرب الجديدة. أما شروط حصول أصحاب المعاشات والأرامل على شقق الإسكان الجديدة: أولا، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عام بحد أقصى، تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات، صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء، ورقم قومي مميكن، وقيد عائلي مميكن، إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، كهرباء أو غاز أو مياه، قيد عائلي مميكن. ومن مميزات شقق الإسكان الجديدة وفقا لوزارة الإسكان والمرافق المرتقب الإعلان عنها أنها شقق جديدة ضمن المرحلة الخامسة من مبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين من محدود الدخل ومتوسط الدخل، وسوف تتم خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية العام الجاري، وسوف يستفيد منها أصحاب المعاشات والأرامل. وانتظروا معنا كل الأخبار الجديدة.